اولا ازيكم، اتمنى تكونوا بخير. ثانيا بنعتذر جدا عن التاخير في الفيديوهات الفتره اللي فاتت، ولكن ده لظروف الشغل. ثالثا النهارده احنا جايين نتكلم عن الريلز وايه هي ابعاد الريل واحسن اعدادات اكسبورت نقدر ان احنا نخرج بيها اعلى كواليتي للريلز. فمشروبك الجميل ويلا بينا. اهلا بيك يا صديقي مره تانية هنا على قناه دكتور ماريو اللي بنتكلم فيها عن المونتاج وتصوير الفيديو. طيب النهارده بقى كلامنا عن الريلز، ازاي تقدر ان انت تعمل ريل بنفس الابعاد بتاعه السوشيال ميديا سواء الانستجرام او التيك توك، وكمان ايه هي احسن اعدادات اكسبورت تقدر تخرج بيها اعلى كواليتي ممكنه سواء انت مصور بالموبايل او بالكاميرا. وده الحقيقه اللي بيختلف شويه عن الفيديوهات السينماتيك العاديه، لان كل منصه من منصات السوشيال ميديا بيبقى ليها تقدر تقول الاكسبورت المفضل ليها او عدد الفريمات المفضل ليها. فخلينا ما نتكلمش كتير ونروح نعمل ريل زي اللي احنا شفناه في اول الفيديو ونشوف ايه احسن اعدادات اكسبورت نقدر ان احنا نعملها. فتعالى ندخل الكاب كات ويلا بينا. اول حاجه يا صديقي هنروح نعملها دلوقتي ان احنا هنفتح البروجكت بتاعنا بالشكل ده ونروح على كلمه موديفاي. موديفاي دي بقى هنقدر ان احنا نعمل من خلالها الاسبكت ريشيو او مقاسات الريل. هتلاقي عندك هنا كلمه ريشيو، هتخش المفروض ال 16 ل 9 دي مقاسات اليوتيوب او الفيديوهات اللي بالعرض، و 9 ل 16 دي مقاسات الريل زي ما اتفقنا سواء الانستجرام او التيك توك. فهنختار من 9 ل 16 وده مقاس او ابعاد الريل. بعد كده هتلاقي الريزوليوشن سيبها ادابتد عادي. الفريم ريت يا صديقي احنا ممكن نعملها 24 وقلنا ده الشكل السينماتيك، بس الريلز او الانستجرام بتحب ال 30 فريم فهنعملها على 30 فريم. وبعد كده هنعمل سيف، ودي الابعاد اللي احنا هنشتغل عليها لاي ريل حابين ان احنا نعمله. بعد كده هنروح ان احنا نجيب الميوزك اللي احنا حابين تبقى موجوده في الريل بتاعنا. انا مثلا هنا محمل فيديو حابب ان انا اخد منه الميوزك، كل اللي انا هعمله هعمل اكستراكت اوديو وبعد كده امسح الفيديو الرئيسي. عندنا طريقتين بقى صديقي علشان نقدر نحدد البيتس بتاعت الميوزك، سواء ان انت تسمعها بنفسك وبعد كده تعمل ماركر بحرف الام على كل مكان حابب ان انت تحط فيه فيديو جديد او في البيتس يعني، او ان احنا لو وقفنا هنا على الاوديو هتلاقي ان في علامه مكتوب عليها AI بالشكل ده، بيقول لك ان دي المارك بيتس اللي هو يعملها لك بالاي اي بالذكاء الاصطناعي. هتلاقي ان في بيتس 1 وبيتس 2. تعالى كده صديقي نجرب البيتس 1. هتلاقي ان هو نزل لك مجموعه صغيره بس من الماركر. طيب تعالى لو حابين ان احنا نزود عدد الماركرز ممكن نستخدم البيتس 2. هتلاقي ان هو هنا زود لك عدد الماركر تقريبا عند كل بيت من الميوزك. تعالى كده صديقي نسمع مع بعض. حلو قوي. تعالى بقى نبدأ نجيب مجموعة الفيديوهات او الصور بالمناسبة، ايا كان انت حابب ان انت تعملها سواء بصور او بفيديوهات، بشرط ان هي تكون علشان تطلع بكواليتي كويسة تكون متصورة بشكل كويس ومتصورة عن طريق الريلز. يعني يا صديقي ما تجيبليش فيديو بالعرض وتقول لي انا هاخد منه جزء بالطول. طبعا دوت اوقات كتير بينفع ما فيهوش مشكلة، بس احنا بنتكلم على حاجة بحيث ان هي تطلع باحسن كواليتي ممكنة للسوشيال ميديا. بعد كده هروح اجيب مجموعة الفيديوهات بتاعتي. كل اللي انا هعمله تعالى نفصل هنا الصوت عشان انا مش عايز التراك ده يبقى فيه اي صوت خالص، وهبدأ ان انا اقفل كمان التراك بتاع الاوديو عشان مش عايزه يحصل فيه اي لعب او اي قص، واخد جزء من الفيديو اللي انا عايزه وليكن مثلا الجزء ده. بعد كده هضغط كيو علشان اشيل ناحية الشمال والدبليو اشيل ناحية اليمين زي ما اتفقنا قبل كده. تعالى هنصغر الكليب من هنا بالطريقة دي وهنروح نعمل عليه السبيد الفلاش ان بالشكل ده. حلو الكلام. يبقى انا عندي اول كليب بقى بالشكل ده، هو بيبدأ بشكل سريع وبعد كده بيبطأ معايا. حلو الكلام. نظبطه بالظبط على البيتس بالشكل ده. هتروح ان انت تجيب بقية الفيديوهات وتعمل نفس الطريقة صديقي. هتشيل من هنا من على اليمين ومن على الشمال الجزء اللي انت محتاجه وظبط المسافة بتاعته. بعد كده روح عند السبيد واعمل الفلاش ان. تقدر ان انت بعد كده تظبط بالظبط الفيديو على البيتس، لسبب ان كل ما الفيديو كان متظبط على البيتس بتاعت الميوزك بالظبط كل ما انت حسيت ان الميوزك احسن وحبيت ان هو يتشاف بشكل اكبر. تعالى نجيب فيديو بعده بالشكل ده، نضغط برضو كيو ودبليو ونصغر براحتنا الفيديو كليب
لحد هنا ونروح عند السبيد ونعمل فلاش ان. يبقى انا كده عندي 3 كليبات، وهكذا من كل الفيديوهات اللي انا محتاجها، سواء فيديوهات انا محمل فيديوهات تخص الجيم. ممكن انت لو عندك كافيه، صاحب مطعم، صاحب اي بيزنس، تصور مجموعة من الفيديوهات بشكل الريلز او بالشكل الطولي، وتقدر ان انت تعمل لها فيديو مش هياخد معاك 10 دقايق صديقي، ربع ساعة. فالموضوع سهل جدا، سواء طبعا انت بتستخدم الموبايل او بتستخدم الكمبيوتر. انا مثلا هاخد الجزء ده بالشكل كده وهروح اعمل له السبيد بتاعي الفلاش ان. حلو. تقدر ان انت لازم تظبطه يا صديقي بالظبط على مقاس الريل. تعالى كده نبص على الجزء اللي احنا عملناه ده. حلو جدا. هنكمل بقية الفيديوهات وتعالى نشوف في الاخر النتيجة هتبقى عاملة ازاي. كده يا صديقي نزلنا كل الفيديوهات اللي احنا محتاجين نعمل لها اديت في الريل بتاعنا. حلو. طيب تعالى كده نبص على النتيجة والشكل بقى عامل ازاي. حلو قوي. طيب يبقى احنا كده لغايه دلوقتي احنا حددنا البيتس الاول، عرفنا ايه هي مقاسات الانستجرام، عرفنا ان احنا بنعمل الاسبكت ريشيو 9 ل 16، بعد كده عرفنا ان احنا بنعمل الفريم ريت 30 فريم ريت. حلو. بعد كده حددنا البيتس بتاعت الميوزك، وبعد كده نزلنا الفيديوز بتاعتنا او الصور حسب ما انت حابب ان انت تعمل على نفس مقاس الريل، وحددنا بالظبط مقاس الفيديو عشان يتماشى بالظبط مع البيتس. طيب تعالى نعمل خطوة بعدها. مثلا في الالوان هروح اجيب الادجستمنت مثلا هنا فوق الفيديوز بتاعتنا كده بالشكل ده. تعالى كده نقصر الميوزك بتاعتنا دي خلاص لحد هنا، لحد الفيديو كده، واروح على الادجستمنت. ممكن اعمل مثلا اسحب الساتوريشن بتاعي لو انا حابب ان انا اعمل فيديو ابيض واسود. انا مثلا شايف ان الفيديو هيتناسب معايا كجيم للابيض واسود اكتر. طبعا اللي هيتناسب معايا او مع الريل ده مش شرط ان هو يتناسب مع فيديوهات تانية. لو فيديوهات كافيه او مطعم او اي بيزنس هي لازم تطلع بالوان مظبوطه. بعد كده نقدر نروح عند الكيرفس مثلا ونقلل شويه الكونتراست، وبعد كده ممكن كمان نظبط في الهايلايت بتاعنا شويه. بقى عندي الفيديو بالشكل ده ابيض واسود. حلو. تعالى كده يا صديقي كمان نضيف لمسه صغيره للريل. ممكن ان انا اجيب اي اوفرلاي من على النت او من على اليوتيوب، مثلا حاجه زي الدست او مجموعه من الاوفرلايز التانية. انا عندي مثلا حاجه زي ده اوفرلاي بالشكل ده. هروح لحد هنا الفيديو كده بالطريقه دي، وتعالى نفك اللوكات دي، نعمل له روتيشن 90 درجه ونكبره شويه بحجم الفيديو، تعالى نصغره شويه. بعد كده نروح عند البلند مود نعمل له اوفرلاي او سكرين زي ما هو موجود. تعالى مثلا احنا هنخليه هنا داركن. تعالى كده نشوف الريل عندنا بقى عامل ازاي. حلو الكلام. تعالى بقى صديقي، كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل بقى اكسبورت. هروح عند قائمة الاكسبورت هنا فوق، هلاقي ان نفس الاعدادات اللي انا كنت عاملها في السيكونس بتاعي هيها المحفوظة. هتلاقي هنا عندي 1080. لو انا عايز ارفع كواليتي اعلى ممكن اعمل له اكسبورت 2K او 4K. حلو. وده طبعا بيرفع معايا الكواليتي، ولكن في منصات للسوشيال ميديا هي ما بترفعش غير 1080، فممكن ان انا مش شرط ان انا اصدره 4K، وخصوصا لو انا اصلا مش مصور 4K. مجموعة الفيديوهات دي من على النت فمش شرط خالص ان هي تبقى 4K. ففي الغالب احنا بنعمل اكسبورت 1080. بعد كده بسيب دي هاير، بعد كده بسيبها اتش 264 ام بي 4 30 فريم. بعد كده بعمل اكسبورت وبلاقي عندي ان الريل طالع باحسن كواليتي ممكنه من الفيديوز الاصليه اللي موجوده. ودي انسب صيغه وانسب اكسبورت تقدر ان انت ترفع بيه الريلز سواء الانستجرام او التيك توك. وبس كده يا صديقي، اتمنى اكون قدرت افيدك شويه عن موضوع الريلز، ويا ريت لو جربته بنفسك
تقدر تقول لنا على النتائج تحت في الكومنتات او تبعت لي مسج على الانستجرام. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، ويا ريت السبسكرايب، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.